ذبحوا ولدش انت؟ اي نعم ذبحوا ولدي انا. عمره 17 سنه. حطوه قدام عيني هني 5 طقات نزلوا عليه، ايدينا ترجيته حبيته خذاني ودزني ولا رحمني ولا قال هذه ام. وهذا اللي موجود ذبحوه موجود في المحل هذا هو؟ في هذا المكان هنا عند الشبه هذه. إيه؟ ذبحوه. وولد المغربي طقوه عندي في البيت. ممكن تعطينا قصه ولدك شلون سووا وياك؟ شلون يعني؟ يعني كيف ذبحوه وش سوى ولدك ولدي الله يسلمك انا اللي سببت له. لما سمعنا في الراديو حطوا الاعلام حطوا المنشورات ان نبي طفل الكويتي ونبي شيخنا ونبي كذا، قمنا نزلنا هالاشياء كلها. كتبنا هذيلا وعلقناهم على الشارع. طيب. احنا ما علقناهم ولا بياية الموكب متروس علي مجيد وربعه. علي مجيد هذا وش علي مجيد؟ ما ادري مال العراقيين. ما محافظة الكويت عسكري عراقي مع الموكب متروس بيروح المخفر وبيايته نزلهم علينا. يعني شو اقول لك الفريج هذا ما شفته من الجيش الا كل شو اقول انزل ما انزل ورموا في عيالنا. هذا ولدي كان مخشوش هناك لانه هو اللي كان مركب وراسم صورة صدام. كم عمره ولدي؟ 17 سنة. راسم صورة صدام قبيح ووحش وما شنو، فحسوا انه هو هذا اللي مسوي الشيء. نزلوا عليه 5 طقات رموه هني في الارض، خلوه كذي مثل الدم ينزف مثل الحنفيه دمه. وانت وين كنت يوم انا كنت هني واقفه اترجاهم وحبدينه الضابط واقول له يعني انا انت ام يعني مثل ما انت عندك عيال مثل ما هذا ابد، واخري يرفسني ويدزني ذاك الصوب. وذبح ولدي قدام عيني. وولدي رانا طقاه عند الباب هني 5 طقات مو شويه، خلوه مثل حنفيه الدم منه. يعني طقوه برصاص وراحوا خلوه؟ ايه طقوه وراحوا، وبعدين ما راحوا طقوا على هذا البيت اللي هي الصوب. قالوا طلعوها هي مع عيالها وين خشت. احنا انحشنا، طلعنا من البيت كلنا انحشنا، جت سياره شباب شالتنا وكسروا هذا البيت يدورون علينا. وينها هي مع عيالها؟ هنا بالباجي عيالي بعد ما بقى خذوا. كم باقي عيال عندك؟ عندي الحين 2 كبار و2 صغار صبيان. واللي ذبحوه راح واللي اسروا خذوه. شو نسوي؟ يقول شو نسوي يعني؟ شيء اللي شفناه ما حد شافه. عذبونا عذاب ما حد عذبنا يعني بحياتنا ما شفنا شيء. يعني شو اقول لك؟